السلام عليكم، مرحبا بكم خياتي. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد لقناتي اطباق زوجة هاني، قناة اللي عودتكم فيها بالوصفات السهلة والاقتصادية والطرق المبسطة. اليوم البنات بعد ما نجح الفيديو اللي فات بقوتي الاطفال، زدت جبت لكم قوتي واحد اخر، بما انه المرض مازال ما راحش والاطفال مازالهم يقراو، المدارس ما غلقتش، محتم علينا انه نخدموا لولادنا حاجة اللي يدوها تحمي الصحة تاعهم كما نقولوا تقلل من الاختلاط والمشتريات من برا، هكا نقصوا الخوف اللي توجور فيه انه وليدي ياكل من عندك واحد ولا ينعدى ولا يجيب لي المرض لا قدر الله. كل حاجة ان شاء الله تعالى راح تكون في المنزل بطريقة صحية نظيفة، كي تمديها لوليدك تنحي الخوف من قلبك وتخليه يروح يقرا وانتي مهنية. اللي زرتي قناتي اول مره نقول لك حبيبتي اشتركي في القناه وفعلي الجرس، راح يوصلك كل جديد. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. نتمنى تضغطوا على جنب وتخلوا لي تعليق طيب باش يشجعني ويحمسني للمزيد. نبداو على بركه الله. المقادير واش عندنا: 3 حبات بيض، 4 مغارف كبار زيت، 4 مغارف كبار سكر، 4 مغارف كبار حليب، عندنا 3 مغارف كبار ماء، باكي خميره الحلويات لافاني، وعندنا بيغ فاني كاضافه، وعندنا 8 مغارف كبار فارينة. كأول حاجة نديروها أنه نفصلوا البيض عن الصفر، والبيض يكون بحرارة الغرفة باش يعطينا نتيجة جيدة. واش راح نديرو؟ رشة الملح نضيفوها بلا ما ننساو، ونطلعوه بالباتور حتى يولي الخليط تاعنا بيض. بالنسبة للبيض، أما الصفر واش راني ندير؟ ضفت عليه كمية السكر اللي هي 4 ملاعق كبار، ونخلطها حتى يتبدل اللون تاع الصفر البيض، يرجع للأبيض ويذوب السكر. من بعد نضيفوا لها كمية الزيت ونواصلوا الخلط حتى يدخل لداخل المزيج. الآن راني ضفت عليها الحليب يكون بحرارة الغرفة، ونخلط جيدا. الآن نحينا الخلاط، واش راح ندير؟ نضيف المكونات الجافة. درت غربال ندير عليه لافاني والخميرة وأربع ملاعق كبار من فرينة تاع اللي عندنا، ونخلطوا نغربلوها عفوا. هذيك الغربلة راح تدخل لك الهواء لداخل الخليط تاعك. من بعد نضيفوا الكميه اللي بقات لنا من الفرينه. انا هنا يبان لكم بلي ضفت 3 ملاعق، لا وانما 8 المجموع كامل، لانه الملاعق الاولين كانوا معمرين بزاف. من بعد نخلطوا كل الخليط، شوفوا بالباتور يرجع لنا شويه ثقيل. نضيفوا الان معاه بيغ فاني اللي تعطي لك السر تاع المحلات والمصانع باش يجيك خفيف لداخل وبنين، اللي هو الماء، المكون السري والاساسي اللي هو 3 مغارف تاع الماء كيف بحرارة الغرفة، والبيغ فاني اللي يعطيله بنة المحلات. الآن واش راح ندير؟ نبدأ نضيف في بياض البيض اللي كنا طلعناه وحده من قبل تدريجيا داخل الخليط. أول حاجة الدفعة نديروها تكوني خلطي شوية بالزربة، طلعي من الفوق للتحت، ولكن الدفعة اللي من بعد تنقصي الفيتاس تاعك، تخلطيه غير من الفوق للتحت بلا ما تخلطيه مليح، يعني باش ما تهبطيش الاباراي تاعك. واش راح ندير الان؟ ناخذ صنيوه ندير نفرش فيها ورق الطهي. كسر اخر من اسرار النجاح تاع الرولي تاعك اللي نديروها هو الماء. دهني الصنيوه تاعك من تحت بالماء، كي تفرشي بابي كويسون زيدي دهنيه بالماء، راح يخليها لك رطبه بلا ما تشقق لك ولا تتكسر، وفي نفس الوقت راح يسهل لك العمليه باش تنحي البابي فيما بعد. فرغت الخليط تاعي، حاولي تمسحي بصباعك الطروف باش تضمني انه ما يجيكش كما نقولوا الطروف توجور يجونا رقاق، هكا نضمنوا يجوك نفس الحجم في الطروف وفي الوسط. خبطيها 2 خبطات باش يخرج منها الفقاعات، وندخلوها الفرن متوسط الحراره لمده 10 دقائق حتى 15 دقيقه. في هذاك الوقت انا خذيت شوكولا، استعملت اليوم دادا، درتها في حمام مائي، راح نستعمل كحشوه للرولي تاعنا. عندي هنايا شونتيي طلعتها، من بعد ضفت عليها علبه تاع فلون ياورت فلون، وعندي هنايا شوكولا ماكسن للطلاء. راهي طابت الكيكه تاعي، شوفوا غير ما خرجت الرولي تاعي درت عليه طرشونه منديه بسرعه، لازم تكون عندك الخفه في هذه المرحله بالذات. واش راني درت في الطرشونه تاعي منديه؟ قلبت عليها السنيوه، من بعد نحيتها ونبدا نحاول هو سخون اني نحي البابي، لانه لو تخليه كثر راح يبس عليها. حنا شوفوا الفوار مادام راهي سخونه بسرعه نحيته. من بعد شوفوا واش راح ندير باش نضمن انه الرولي تاعي ما يبسش وما يتكسرش بسرعه. رولي تاعك شوفي كيفاه، قلبي عليه الطرشون وبديت رولي فيه، وخليه هكا لمدة 5 دقائق حتى 10 دقائق، وإلا قدرتي حتى 20 دقيقة.
حسب الوقت تاعي قد ما يبرد راح يكون مليح. انا ما خليتوش برد لي مليح، بعد ما با 10 دقائق عاودت رجعت ليه. شوفوا كيفاش صبته مازال سخون شويه ولكن خدمت به انايا. شوفوا كيفاش الرولي تاعك تلقايه راه طري، ما تكسرش، ما تخافيهش كامل لانه فيه الماء. واش راح نديرو؟ انا راح نقطعه هنايا على 6، وانتوما تحبوا تقطعوه اقل من هذا، تحبوا ديروه رولي كومبلي كيما حبيتو. انا حبيت نديرو كلومجه للاطفال يدوها معاهم للمدارس، على هذيك قطعته صغير، كل واحد نعطيله الكوتي تاعو. هذه الكميه شدت لي انا يومين، عطيت لهم اليوم وزدت لهم غدوه من داك، فهمتوني؟ دونك واش راح ندير؟ انا هذه من بين الاخطاء اللي ارتكبتها، نتمنى ما تغلطوش. لا شونتيي راهي بارده والكيكه مازالت دافيه شويه، الرولي تاعي مازال دافي، على هذيك كي نبدا الرولي فيه راح تخرج لي لا شونتيي. نتوما استعملوا، تقدري تستعملي المعجون تعوضيه، تقدري تستعملي النسلي، تقدري تستعملي غير شوكولا، تقدري تستعملي كيما درت انايا. في كاين رولي واحد ما صورته لكمش، درت لا شونتيي زدت لها لا غوم دو فريز باش عطاتني نكهه الفراوله. هنا كي روليتهم وهو سخون تبدا تخرج لك لا شونتيي، ما تحكمش روحها. على هذيك راني نردها الغامقه من هيك ونعاود نحي الزائد. بالنسبه للشوكولا شوفوا كيفاش ترولا لك بطريقه سهله، ما تخافيهاش كامل، روليها وحطيها. الزوج اللي مازالوا كيف كيف كملتهم، واحده فريز وواحده شوكولا، وخليتهم كيما راكم تلاحظوا. روليت كلش، حطيتهم في الثلاجه لمده 10 دقائق حتى 20 دقيقه باش يبردوا لك. كي ديري فوقهم كلاصاج تاع الشوكولا يحكم ما يطيح، ما يهبطلكش كي يكونوا في زوج سخون، ما راحش يحكم لك وانما حيهبط. واش درت انا؟ درت شباك حطيته في فوق صنيوه تكون نقيه من تحتها، ونبدا ندير الشوكولا تاعي بعد ما ذوبتها. شوفوا تبداي ديري فيها وشوكولا اللي من تحت عاودي رفديها وتزيدي كملي، غطي بها كل حبيبات. انا هذه الكميه غطات لي غير 3، من بعد زدت ذوبت كميه اخرى. لازم نسبق نديكوري هذوما بوندون كو تذوب بالشوكولا الاخرى. درت هنا خطوط بالشوكولا البيضاء، راهي سخونه شويه، راني نحاول ندير تزيين وانتوما تزينوها كيما حبيتو. هذه هي الكميه الثانيه، زدت ذوبت شوكولا. شوفوا كيف راني ندير بالملعقه باش تسهل عليا، وهذاك الشباك راح يعاونك انه كميه الشوكولا اللي تهبط من تحت تعاودي تريكيبيريها وتكملي الخدمه نتاعك الاز. حاولي مادام الشوكولا سخونه ديري باش تمشي لك، ما تبقاش في بلاصه. بالنسبه للتزيين زيني كيما حبيتي، تحبي ديري بيبي شوكولا، تحبي ديري كيما درت انايا كاوكاو ولا خطوط بالشوكولا البيضاء ولا بيستاج، واش عندك في الدار تقدري تستعمليه حسب الموجود عندك. تقدري حتى تخليها هكاك بالشوكولا وحدها وتخليها تبرد حتى تجمد الشوكولا نتاعك، ديريها لداخل الكيسات. شوفوا بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن الشكل تاعهم كيفاش جا. صدقوني بالله العظيم غير داها وليدي المدرسه قال لي صحابي تخاطروا عليها باللي مشريه ماشي مخدومه في الدار، والحمد لله راكو شفتوا في الفيديو باللي خدمتها لهم في الدار ما شريناهاش. راح نقسم لكم حبه قدامكم تشوفوها كيفاش جايه على الداخل. صدقوني راح تتشهاو، سمحوني نقول لكم شهيتكم في الجنه، لانه الصح يستحق التجربه ويستحق انك تتعبي باش تفرحي وليداتك. شوفوا الله يبارك كيفاش جا الداخل مرولي غير بالطبع. ما نحكي لكمش كيفاش جا خفيف، راكو شفتوه كي درت لكم اللايف وقسمت قدامكم وشفتوا كيفاش خفيف الداخل مقطن، كي تضغطي عليها تعاود تطلع كي الاسبونج ما تخافيهاش كامل. دونك هنا واش راح ديري باش تمديها كغوتي لوليدك؟ خذي اي نيلون عندك، ساشي مخبياته في الدار نقي، اشري باكي تاع ساشيات حطيه، وشري باكي تاع السلك هذاك اللي يخدموا به تاع الكاطو، وديري الرولي داخل الساشي وخبيه مديه لوليدك. انا درت الكميه هذه حطيتها في علبه بلاستيكيه واحتفظت بها في بلاصه بعيدا عن الرطوبه. كل ما يكونوا رايحين المدرسه نعطي كل واحد نعطي له اللومجه تاعو. تحبي تزيدي تشري له علبه تاع جو ولا تاع حليب ولا تحبوا كونديا، واش مقدورك تمدي لوليدك ولا تمديها له وحده، راكي فرحتي وليدك وبطيتي له حاجه نقيه مضمونه، ما تبقايش تخمي، ما تبقايش خايفه وموسوسه. ربي يرفع البلاء ان شاء الله تعالى. شكرا لكم حبيباتي، سامحوني اني طولت عليكم. نتمنى انه فيتكم بكل المعلومات الخاصه بالجوتي تاع اليوم رولي هذا. نتمنى نشوف تطبيقاتكم ليه كما طبقتوا الجوتي اللي فات، ويعطيكم الصحه لكل وحده فيكم.
انكم وثقتوا في الوصفات تاوعي، جربتوهم وبعثتوا لي التطبيقات تاعكم. يعطيكم الصحة كامل. شكرا لكل واحدة راهي تعلق لي بالتعليقات الإيجابية. ما تنسيش حبيبتي تضغطي على جيم للتشجيع والتحميس. استنوني في فيديو آخر إن شاء الله تعالى. يعطيكم الصحة كامل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.